شوفوا ظهرها، شوفوا ظهرها، شوفوا ظهرها. تدرون انها كانت في هجوم. ها. برضو انت يا ابني، الله يرضى عليك، والله ما عاد خليتوني ادري منين اهرب. شوفوا كبتة مخطر بتمشي. شوفوا على مخطرة. وجيت وهي قد حالت امها حالة قد يساع معها سنة مساع الجمل. الله يهدي. شو هذا، اصبحنا واصبح الملك لله. ايش يا حبيبي ايش؟ يعني هي بتصيح من هنا من بيتهم، قصدها لا تقربش عندنا، لا تجيش الشارع حقنا، يلا امشي. وهذا كان بداية يومنا. صحيت من النوم مفزوعة على صوت بنتي لوسي وهي بتصيح، فجريت للحوش وفي الآخر اكتشفت إنها بتصيح يعني بس عشان ابن الجيران حاول يقرب من البيت. بعد ما فضينا النزاع والاشتباك دخلت أعمل لي كاسة بن، وما فيش أحلى من البن اليمني علشان أصحصح وأروق. عندي اليوم يوم طويل وحابة أخذكم معايا في جولة. نروح السنتر، إيوان معه موعد مع أصحابه، ولمار كمان معها موعد مع صحباتها، وضروري أكون جنبهم وحواليهم. قهوتي جاهزة، هاخذ معها قطع حنباشة. طبعا الحنباشة هذه اللي عملتها أمس في اليوم الإثيوبي، عبارة عن خليط ما بين الكيك والخبز يعني، بس هي استنى في الضوء. أنا عاملاها بالبر الصافي عشان كذا شكلها كذا شوية. هي طبعا يعملوها بالدقيق الأبيض وتكون أجمل، بس لأنه عملتها بر صافي تماما، بس حلوة يعني نكون صحيين شوية. فإجمالا طلعت حلوة، اللهم إني نشفت عليها شوية في الفرن وبس. تفضلوا معنا قهوة. وهذيك بنتي لوسي جالسة تاكل العشب وبعدين تدخل تبكي وتصيح بطنها بتوجعها، وأنا جيت أسكب القهوة ووسخت أم الدنيا. يعني اليوم عصيد من أوله. بعدين هنا بدأت مرحلة الجري، يلا دخلت أرتب البيت وأجهز وألبس العيال وأجهز أموري. وهذا الأوتفيت اللي ناوية ألبسه، أخذ الشميز هذا وفيه ألوان تركواز، طقمت عليه بنطلون تركواز، واخترت هذا الأكسسوارز اللي بلون التركواز وباللول عشان يطلع مناسب معه، وعطري كان روج ألتم. جينا بعدين لموضوع الشنطة، كنت ناوية ألبس شنطة لون بني وجزمة بني، للأسف جيت الشنطة كلها بدأت تتقشر بسبب الرطوبة العالية اللي عندنا. قررت أغير للون الكبدي لأنه كمان مناسب مع الطقم. جلست هنا برضو محتارة إيش ألبس معاه. وصلنا خلاص السنتر. هذا الأوتفيت حق لمار. هذا إيوان. خلاص أنا أقدم أنا وياك للكي اف سي. تعال يلا أوكي. أنا شو بحب كيف سي. تعال باجي معك. بنحط إيوان أول شيء، أصحابه منتظرين له بالكي اف سي ياكلوا، وبعدين هيدخلوا للسينما يشوفوا الفيلم حق مايكل جاكسون. طبعا ولمار اشتي اوديها عند صاحبتها، حيروحوا عندهم يشتروا هدية لصاحبتهم اللي عيد ميلادها اليوم على الساعة 4، فصعب اروح مع لمار، حوديها لعند صاحبتها السورية وامهم حتكون معاهم عشان تطمن يعني، فحتكون الام معاهم وانا ارجع عند ايوان، لانه ما يعني الوضع عندنا صراحة اشتي واحد مركز على عياله، ما اقدرش اسيبه هذا الوقت كله في السنتر لحاله. هاي. وانا مسرعه الفيديو، حاسه ان انا جالسه اتلحق انا وايوان. المهم وصلتوا على الكي اف سي عند اصحابه، طمنت عليهم وعلى امورهم كلها تمام. السينما طبعا كانت مجاوره للكي اف سي، رحت خلاص اوصل لمار عشان ارجع له بعدين. يلا انتبهي. هذا هو السنتر، جالسه اقول لمار انتبهي تعيد الفيلم لانها تفرجت فيلم مايكل جاكسون امس وشافته قبل 4 أيام كمان مره مع صحباتها. اول دفعه خرجت قبل 4 أيام 5 أيام خرجت معهم شافت الفيلم، وامس واحده قالت لها تجي معها وراحت تشوف الفيلم. قلت لها اليوم انتبهي، يعني 3 مرات تشوفي نفس الفيلم في نفس الاسبوع، انه يعني تو ماتش. وبس هذا هي المدينه، والان ما فيش وقت نروح نوصل لمار لعند صديقتها السوريه ولعند امهن اللي بتوصلهن يروح نشتري الهديه، يعني حتى ما لحقتش لمار تاكل. حطينا ايوان عند اصحابه مؤقتا ياكلوا وبعدين نرجع له على طول مسافه الطريق. هذا الاحتفال اللي كنت فاكرة أنا قبل فترة نزلت إنه فاكرة إنه احتفال وجاي أشوف المهرجان، طلع مهرجان تذوق عندهم حق المشروبات حقهم.
الناس اليوم كلها خارج فرحانين بالجو، لأنه ما فيش مطر، لأنه دايما في الويكند ينزل عندنا مطر. لما يكون الجو كذا حلو بالنسبة لي كمان ما في الشمس، اليوم برد يعني جو حلو بارد على ما يعني معتدل على شوية ريح باردة جميل. وخلال ما احنا منتظرين لإيوان دخلنا ستاربكس وحبيت أجرب هذا الحلا الجديد ودايما تجي في راسي. عبارة عن عجينة كرواسون ناشفة مع شوكولاتة، عجينة كرواسون ناشفة مع شوكولاتة. هذه السينما اللي كانوا بيتفرجوا فيها الفيلم حق مايكل جاكسون الجديد. في كمان فيلم قاعد لما رشيد تشوفوه بيلي ايليش. هذا ايوان تعالوا افجع. الو هعمل لكم لفة في المدينة. هذا هو السنتر، يعني المنطقة السياحية. هذه الكنيسة. طبعا أنا آخر شيء لبست هذه الشوز الواطية، لأنه أنا عارفة أن أنا حمشي كثير، معايا مشاوير كثيرة، فالطقمت هذه مع هذه وخليت الجزمة الثانية في السيارة، بعدين هلبسها عشان أروح المكان الثاني، عشان واحد يحافظ على البرستيج حقه. بس وهذا هو ننزل عند الكنيسة. اليوم الجو حلو، أنا بالنسبة لي أحب هذا الجو. هنا اضطريت أسرع المقطع لأنه هذا ما عادش فلوق، هذا قد فيلم سينمائي جالسة أضحك على نفسي، بس ناوي أنزل لكم اللفة حق المدينة الجولة هذه في مقطع ثاني. وكمان هنا اكتشفنا محل عامل تخفيضات على بعض البراندات 40%، وبرضه حنزله في فلوق ثاني لأنه قلت لكم أصبح فيلم سينمائي. شوفوا هذا الكلب المؤدب، شوفوا صاحبه دخل المحل، شوفوا فين رائلة. نعم ابنك حتطرحه عند الباب ويراعي لك كذا مؤدب. لا مش هذيك، شوفوا حتى انا بين امدحك بين اقول لك مؤدب اجلس. وكذا كملنا الشوط الاول، والان رايحين للسياره هنبدا الشوط الثاني. الان نلبس الثانيه لحظه. خلص الحين الشوط الثاني. الان بدلنا الجزمه وستايل مختلف. الان راح ستايل الغد. هذا الشوط الثاني. الان عيد ميلاد صاحبة لامار عملوه هنا في المول، وهذا البارت الأول من الحفلة من العيد ميلاد، بس أنا ما لحقتش لأنه كنت مع إيوان، فجلسوا في كوفي وقطعوا الجاتو واحتفلوا هم والأولاد، وكنت مطمنة على لامار لأن الأمهات موجودين. وبعد كذا انتقلنا لمكان ثاني في أكتيفيتي عشان البنات. آخر شيء جايين على هذا الكوفي. اليوم ما شاء الله كم شربت كوفي وكم شربت كذا، إن شاء الله بس أقدر أنام. هذا الكوفي معه نظام غرف بتتأجر بالوقت نص ساعة أو الساعة، بيعملوا فيها حفلات موسيقية، وكل مجموعة تاخذ لها غرفة ويجلسوا يغنوا مع يعني بيحطوا لهم أغاني، يختاروا الأغاني اللي يشتوها ويغنوا مع المغنين ويصيحوا وينبسطوا. وكذا كان نهاية يومنا اللطيف. رحت جبت لامار وجلسنا شوية وشربنا كوفي وأكلنا جاتو، وجبت لامار وجيت وهي مخبصة بوجهها كذا. الحمد لله ما تغير الجو إلا بعد ما كملنا كل المشاوير والالتزامات اللي علينا. والآن أنا متوجهة أنا وأبو الأولاد إلى السوبر ماركت عشان نشتري مصاريف البيت، ولسه حروح البيت عندي طبخ وتنظيف ونفخ وغسل وأشياء كثيرة. المهم إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفلوج هذا وحبيتوا اللي أخذتكم معايا، وإذا تحبوا أعمل كذا فلوجات دايما يا ريت تكتبوا لي في التعليقات، وأراكم في فيديو آخر. باي. البقالة جري، دخلنا البقالة خرجنا وقد الدنيا اقتلبت، ما فيش معنا لا جواتك ولا مظلات ولا شيء.